الأحداث ديال هاد القصة غادي يوقعوا في مدينة خنيفرة. شابة سميتها فاطمة الزهراء أكنوز من مواليد 1983، كبرات وسط عائلة بسيطة في واحد المنطقة سميتها كهف النسور اللي كتواجد في النواحي ديال مدينة خنيفرة. فاطمة الزهراء رباوها والديها أحسن تربية، وكان كل شيء كيشهد بالأخلاق ديالها. كانت كتقرا مزيان، وكان الحلم ديالها أنها تكون ممرضة، وفعلا من بعد فاش خدات الباك غادي تمشي وتقرا في المعهد ديال التمريض وغادي تخرج، والحلم ديالها غادي يتحقق. تقبلات في مهنة التمريض ومشات خدمات في مستشفى كبير في مدينة خنيفرة. فاطمة الزهراء بدات كتحسن الوضعية ديالها، خدامة مزيان كتعاون والديها على الزمان. المهم كان عاجبها الحال وكانت مرتاحة، دارت أصدقاء، كل شيء كان كيحترمها في الخدمة، وكل شيء كان كيشهد بحسن الأخلاق ديالها والتعامل الطيب ديالها مع الناس. دازو أيام، فاطمة الزهراء غادي تتعرف على واحد السيد، غادي تفاهم هي وياه وغادي يتزوجوا. لكن بعد واحد المدة قصيرة ما غاديش يتفاهموا، ديما المشاكل وديما الصداع، حتى لواحد النهار اللي غادي تقرر أنها طلب الطلاق منه. وفعلا انفصلوا بطريقة اللي كانت ودية، وبحكم أنها خدامة في خنيفرة فقررت أنها تبقى ساكنة فيها وما كاينلاش ترجع لعند والديها. المهم بقات عايشة مزيان، ساكنة في دويرتها وهازة راسها، عائلتها كتمشي تشوفهم مرة والأمور كانت غدا مزيان. حتى لواحد النهار بالضبط في رمضان 26 مارس سنة 2025، الأصدقاء ديال فاطمة الزهراء كتوصلهم رسالة من عندها كتقول لهم أجي واعتقوني، راني تخنقت بالغاز وما قاداش نتحرك. عيطوا للإسعاف وتوجهوا مباشرة للمنزل ديالها، وفعلا غادي يلقاوها في حالة حرجة، مخنوقة بالغاز ديال الحمام وما قاداش تنفس. غادي يديوها للمستشفى، غادي يديروا ليها الإسعافات الأولية، لكن كانت الحالة ديالها خطيرة لدرجة أنها فقدت الوعي ديالها، فاضطروا أنهم يدخلوها في البلاصة للإنعاش، ودوزت فيه 4 ديال السوايع تقريبا، وبقات حتى قدرات أنها تسترجع الوعي ديالها، والحالة ديالها بدات كتحسن شوية بشوية. العائلة ديالها وصحاباتها كلشي تخلع عليها، ومن بعد يومين تحسنات الحالة ديالها وقدرت أنها تخرج من المستشفى ودازت الأمور بسلام. والديها والأصدقاء ديالها وصاوها أنها تبدل هذاك الشوفو ديال الغاز باش ما يعاودش يطرى ليها نفس الشيء. صافي قالت ليهم واخا غادي نبدلو ومرة أخرى غادي نرد البال. المهم دازت الايام، هاد الحادثه غادي تنسى. غادي يجي العيد، فاطمه الزهراء غادي تمشي تدوز شيامات عند العائله ديالها وغادي ترجع لخدمتها، حتى لواحد النهار بالضبط في 6 ابريل، يعني بالضبط 11 اليوم من بعد الحادثه الاولى، غادي يعاود يطرى نفس الشيء. فاطمه الزهراء تخنقات عاوتاني بالغاز وسط المنزل ديالها. الاسعاف غادي يتوجه بسرعه، لكن منين غادي يوصلوا غادي يلقاوها في حاله خطيره مقارنة مع المرة الأولى. ما جاو فين يوصلوا للمستشفى حتى فاطمة الزهراء غادي تفارق الحياة. عائلتها غادي يسيقوا الخبر وما غادي يعرفوا باش يتبلاو، وجاو لخنيفرة باش يشوفوها. بقى فيهم الحال بزاف على بنتهم، بقاو غير كيبكيو وما قدروش يصدقوا هادشي اللي وقع ليها. الطبيبه اللي غادي تعاين الجثه ديال فاطمة الزهراء غادي تقول للعائله ديالها ضروري خاص يديروا ليها التشريح، لان عندها شكوك في الموت ديالها، والطريقه باش ماتت ماشي موت طبيعي. هنا العائله ديالها غادي يواجهوا الطبيبه وغادي يرفضوا، غادي يقولوا ليها بلي بنتهم ماتت بالغاز ولا داعي انهم يتكرفسوا على الجثه ديالها، وبقاو كيطلبوهم في المستشفى انهم يسلموهم الجثه باش يديوها تدفن. وداكشي اللي وقع. صافي بالرغم من الشكوك ديال الطبيبه سلموا ليهم الجثه ديال فاطمه الزهراء وغادي يديوها مباشره باش يغسلوها ويديوها لكهف النسور يصليو عليها صلاة الجنازة ويدفنوها. أثناء الدفن ديالها غادي يجيهم بلاغ من النيابة العامة، وغادي يجيهم أمر باش يردوها لمصحة التشريح لأن القضية مشكوك فيها. هذيك الطبيبة ما هناهاش الحال، وقررت أنها توجه بالتقرير ديالها للنيابة العامة، وغادي تقول لهم باللي الوفاة ديال فاطمة الزهراء ماشي وفاة عادية، لأن لقات في الوجه ديالها وفي الجسم تاعها بعض الكدمات. زيد على ذلك أن الوجه ديالها كان فيه الأثار ديال المكياج والشعر ديالها فقط اللي كان فازق، وهذا الشيء ماشي منطقي.
كيفاش هي غادي تكون كدوش تحت الماء والماكياج غادي يبقى في بلاصتو ما غاديش يسيح. المهم كانوا بزاف ديال التساؤلات اللي خلاو الطبيبه تشك في هادشي كامل. يعني شي واحد اللي حاول انه يموه هاد الجريمه ويبين بانها توفات بسبب الغاز بحال المره الاولى. فعلا داوها وداروا ليها التشريح، وغادي يخرج في التقرير بان الغاز بريء من الوفاه ديال الضحيه، وما كاينش الاثر ديالو نهائيا في الرئتين ديالها، والسبب الرئيسي ديال الوفاه هو الخنق. اذا القضيه تمت بفعل فاعل وشي واحد اللي صفاها ليها، وبالتالي غادي تفتح تحقيق في البلاصه. البوليس غادي يحققوا مع اول وحدين اللي هما العائله ديال فاطمه الزهراء، لانهم كانوا مصرين في الاول على ان الجثه ديال بنتهم ما تدوسش في مصحه التشريح، وبغاو مباشره يدفنوها. وهنا الاخ ديالها غادي ياكد ليهم واحد الهضره، قال لهم باللي واحد السيد شرطي هو اللي نصحنا نديروا هذا الشيء، وقال لنا بلا ما تكرفسوا على الجثه، راه غير غادي تعذبوا راسكم وتضيعوا الوقت على والو، من الاحسن سيروا دفنوها. وبما انه رجل امن فقالوا درنا بالنصيحه ديالو وقلنا نجمعوا ونطويو. البوليس غادي يسولوهم على هذا السيد ومنين تيعرفوه. غادي يقولوا لهم باللي هو اللي استقبلهم في المستشفى، وقال لهم باللي كان تيعرف فاطمه الزهراء وكنوز، وكان باغي يجي يخطبها من دارهم، وكانوا ناويين على الزواج. فهنا البوليس غادي يزيدوا يتعمقوا في التحقيق، وغادي يسولوا شكون اول واحد عرف فاطمه الزهراء تخنقات بالغاز، وكيفاش وصلت للعائله ديالها. العائله ديالها غادي يقولوا لهم باللي الجاره ديالها هي اول وحده اتصلت بهم وعلماتهم بالخبر ديال الوفاه. البوليس غادي يتوجهوا مباشره عند هاد الجاره، وغادي يسولوها كيفاش دارت حتى عرفات. قالت لهم بان اول شخص اكتشف بانها توفات هو واحد السيد اللي كان تيجي عندها مره للدار. هاد السيد هو شرطي ممتاز، والعمر ديالو 36 سنه، يعني صغر من فاطمه الزهراء. وكل شيء في الحومه تما كان عارف بانهم بجوج مع بعضياتهم، وانه هو الخطيب ديالها، وهو اللي نشر الاشاعه باللي فاطمه الزهراء ماتت بالغاز، وهو اللي حاول يقنع العائله ديالها باش ما يديروش ليها التشريح ديال الجثه ديالها باش ما تشوهش. شنو حكايه هذا الشرطي وشنو اللي كان تيخبي؟ هنا البوليس غادي يلقيو القبض عليه وغادي يزيروه، والو ما بغاش يعترف. قالوا ليه كيفاش عرفتي بان فاطمه الزهراء تخنقات؟ تيقول لهم باللي هي بنفسها هي اللي اتصلت به، لكن منين تيقلبوا الهاتف ديالو ما كيلقاو حتى شي رساله او اتصال من عند فاطمه الزهراء كيف ما تيقول هو. يعني هو اعتمد على الاحداث اللي وقعوا ليها نهار 26 مارس فاش تخنقات بالغاز لاول مره، وبغى يموههم بحال الا راه عاود وقع ليها نفس الشيء. وكيفاش عرف انها سخفانه في الدار؟ وكيفاش حتى قدر انه يحل الباب باش يدخل ويعتقها؟ كل هاد المعطيات كانت كتبين بان هاد الشرطي هو اللي متورط في هاد الجريمه، والادله اللي كانت كامله كانت متجهه ضده. وبالرغم من الضغط عليه من طرف الشرطه ما بغاش يعترف ويقول الدوافع اللي خلاوه يدير هاد الجريمه. حاليا هو مشدود عند البوليس، وهاد القضيه ولات قضيه راي عام. كل شيء تيقول بغينا الحق ديال فاطمه الزهراء وكنوز، وبغيناه ياخذ اقصى العقوبات، والان في انتظار المحاكمه ديالو. هاد القضيه كان فيها بزاف ديال الغموض، وكاينه شي حلقه اللي مفقوده، حتى واحد ما عارف علاش هاد الشرطي نهى الحياه ديالها، وعلاش فاطمه الزهراء عاودت رجعت ليه وعطاته فرصه ثانيه بعد ما حاول يقتلها المره الاولى. نتمنوا ان الحقيقه تبان، حيت هاد الغموض ديال هاد القصه كيستحق فعلا تحقيق عميق وجذري، حيت كيف ما تنقولوا الروح عزيزه عند الله، وضروري ما كيبان الحق ولو بعد حين. وما نساوش كذلك الدور المهم اللي لعبته هذيك الطبيبه، اللي لولا الذكاء والاصرار ديالها انها دير تقرير وتعطيه للنيابه العامه بالرغم من ان العائله ديالها كانت رافضه تماما، فحتى شي واحد ما كان غادي يعرف بانها جريمه قتل، وكانت غادي تدفن فاطمه الزهراء وكنوز كانها ماتت موته عاديه.